رفقة الفريق الوطني لاعب نادي الجيش الملكي عميد. الهدف ديال العيناوي او ضربة جزاء اللي جا من الهدف ديال اللاعب حريمات تلغات، والسبب كان واضح. السبب هو تسلل. علاش تسلل؟ لان الزلزولي في هذه الكره هذه شارك في هذه اللعبه هذه اللي خلات الحكم من بعد مراجعه الفار انه يرجع للتسلل، وهذا الشيء اللي اعلن الحكم الساحه بان هذه ضربه جزاء غير صحيحه، او كان قبل منها تسلل اللي كان واضح. الخطا كان واضح وضوح الشمس، ضربة جزاء كانت واضحة، الحكم صفر عليها. ولكن الخطأ الناس اللي تفرجوا في القناة الرياضية بعد المباراة كان واحد التحليل ديال المقابلة بأن هاد الكرة هذه لمسات العيناوي جوج مرات، وهذا الشيء اللي خلى أن الحكم يلغي هاد ضربة جزاء والهدف اللي جاء على إثرها. هنا ما كاينش حتى شي حاجة من هادشي اللي كيقولوا ضربة جزاء كانت واضحة. الحكم الغى الهدف بداعي التسلل لان الزلزولي كان مشارك في اللقطه وخلاص. كما شفتوا خوتي، هذا هو السبب الوحيد اللي خلى ان الهدف يتلغى ديال اللاعب حريمات لاعب الجيش الملكي ولاعب الزعيم. لا يوجد اي خطا او لا لمس للكره مرتين كما قالوا بعض الزملاء في القنوات الاعلاميه. الخطا كان واضح، هو المشاركه ديال اللاعب المغربي الزلزولي في اللقطه. هذا الشيء علاش على الخط. هذا الفيديو انا هنا الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوف قناه مول البالون، نتمنى الاشتراك في القناه ليصلك دائما الجديد، والسلام عليكم.